الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن. نهنئكم جميعا ونشكركم أيها المشاهدين والمشاهدات في هذه التفسير القرآن الكريم لمولانا الشيخ إبراهيم نياس. ولنا اليوم ضيف من كاميرون الشيخ أبو بكر الإمام، جاء لزيارة وجاء أيضا ليسلمنا ويشاهد هذا المركز ويزور الطلبة. نهنئه وندعو الله له، وهو أيضا من كبار المقدمين للشيخ إبراهيم نياس في كاميرون، يهتم بأمور الفيضة والأمور الطريقة والإسلام، ونسأل الله له أن يبارك في حركاته وفي سكناته، وأن يجعله خير خلف لخير السلف، وأن يرفع الله شانه ويجعل من الفائزين العالين إلى على درجات الرجال. إذن أكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله نبي الله ورسول الله وخاتم النبيين ورسول رب العالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، هذا اليوم يوم عظيم عندنا. كنا في شهر الله رجب الفرد، واجتماعنا هذا اليوم في هذا المكان في هذه المدرسة في هذا المسجد، مسجد الشيخ إبراهيم نياس، مع الإمام الكبير للمسجد إمام محمد عمر نياس. نشكر الله تبارك وتعالى على أن جمعنا في هذا اليوم في هذا الوقت في هذه الساعات في هذا الشهر. الحمد لله أولا، بدءا بأن نقول الحمد لله والشكر لله، لأننا كنا نهي ليالي هذا الشهر، شهر رجب، وعندها خصوصيات ومزايا كما نعرف جميعا أنه يعني من أشهر الهرم، وهو شهر الفرد أيضا. وفي مثل هذا الشهر ولد رضي الله عنه وأرضاه سيدنا ومولانا الشيخ إبراهيم نياس في منتصف الشهر. ولد رضي الله عنه في قرية يسمى بطيبة نيسين. وهذه الأيام التلامذة والأحباب في كل ناحية من أنحاء العالم يعني يتبركون بإحياء لياليها، يعني لياليه. عندما بدأ هذا المولد أتوا إلى شيخ عبد الله الخليفة فاستأذنوا منه أن يقرأوا مولد الشيخ، فأذن للجميع. فهناك شيخ هاج ابن الشيخ محمد المشري أتى إلى الخليفة الشيخ عبد الله وقال له: الناس ما فهموا حتى مولد الرسول، وكيف الآن نبدأ مولد الشيخ؟ قال: لا، إذا كان إنسان آخر سألني عن هذا أنا سأتي له بالجواب، لكن أنت والدك توفي حادث في الطريق وبنيت هناك مسجدا وتحيونا تلك الأيام أيام الحزن، كيف بأيام ولادة الشيخ رضي الله عنه؟ لو كان إنسان آخر سألني هذا السؤال لأجبته. ثم بعد ذلك بسنة أرسل الخليفة رضي الله عنه وأرضاه ورحمه شيخ عبد الله الخليفة، كما يقال عنده عبد الله الأول عبد الله الثاني، هو الشيخ عبد الله الأول من أولاد الشيخ، وهو الثاني أيضا لأن هناك الجد الشيخ عبد الله نياس الكبير والد الشيخ. أرسل الشيخ يعني محمد النذير شيخ إبراهيم نياس إلى نيجيريا لكي يقرأ هذا المولد، هو على رأس الوفد، وألف كتابا سماه مذكرة كدونية، فقرأوا ذاك المولد في كدونة، وهناك فتية حتى وصل فلله الحمد إلى إفريقيا الوسطى، كاميرون، تشاد، حتى السودان، حتى غابون، حتى سنترافريك، يعني يقرؤون هذا المولد، يحيون هذه الليالي الشهر يعني بأكمله. واليوم تصادفت هنا أنا في مدينة الشيخ
في هذه الأيام وجئت إلى دكار عند الزاوية من زوايا أو جامع من جوامع الشيخ كما يقوله الشيخ رضي الله عنه عليه صلاة الله ثم سلامه، وتكثر في كل البلاد جوامع. هذه الجوامع من يعني جوامع الشيخ، مساجد الشيخ رضي الله عنه. والشيخ إذا اقتدي به، إذا اقتديت بالشيخ اقتديت بسيد الشيخ أحمد التجاني رضي الله عنه، لأنه يقول يرونني صورة ظاهرية إبراهيم فحقيقة الشيخ أحمد التجاني. وأيضا إذا اتبعته، إذا يعني اتبعت الشيخ فقد قيل أيضا إذا صحت المتابعة يكون التابع كأنه جزء من المتبوع، لأنه يعني خادم الرسول ومادي الرسول وحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا إذا سار خير الناس سرت وراءه وإن هل يوما فالمسير بعيد. حتى قال والإملاء وعين اليوم عين محمد سار سره في هيكل وروائي وأهل زماني كلهم فاز راقيا سوى من قال نهجي أسير هواي. ونحن كأصحاب الشيخ وكأحباب الشيخ وكتلامذة الشيخ كنا يعني نقرأ هذه الأيام موالده رضي الله عنه في كل ليلة وفي كل يوم. الإخوة يجتمعون في كل بقعة من بقاع العالم لإحياء هذه الليالي، وشكرا لله تبارك وتعالى. ورأيت المصحف القرآن الكريم بتفسير الشيخ في يد سيدي الإمام محمد عمر رضي الله عنه وأرضاه، كان يفسر يعني بأن الشيخ فسرنا بأسلوب يعني واضح، يعني لا نقول على الإذناب كما يقول أهل البلاغة، على الإيجاز. كان يشير لأنه يقول رضي الله عنه حياتي رموز كلها وإشارة تفسر ما ذلك القبر بؤسرة. هذه الأمور يعني حياة الشيخ رضي الله عنه إشارات ورموز. وهذا الكتاب ألفه الشيخ وسهل لنا الطريق، والعبارات أيضا سهل، ولكن بالرموز أيضا والإشارات إلا من يفهم، كما يقول رضي الله عنه لا يفهم مدد جسدي إلا جسد مددي. أكتفي بهذا يا سيدي، وأنا مسرور بالتقائنا معكم، وأشكر أيضا ناصر الحق بالحق الذين قاموا في خدمة هذا الدين وهذه الطريقة وهذه الفيضة يعني هذا الأسلوب، يعني أسلوب جديد للجيل الجديد. فلله الحمد وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الكون وزمن بإسلامي وإيماني